المنتخب المغربي بيتعرض للعنصريه. بص يا صديقي، صلى على النبي وركز معايا. المنتخب المغربي حاليا موجود في اسبانيا عشان عنده مباراه وديه امام بيرو النهارده الساعه 9:30. المهم المنتخب المغربي مقيم في فندق في اسبانيا، واللعيبه والجهاز الفني بيتسحروا في الفندق، واللعيبه بتتسحر. في واحد من اللي شغالين في الفندق صورهم على النت برمضان ويعني وبالاسلام على اللعيبه وعنصريه كده، يعني حاجه في قمه قله الادب. لكن حقيقي شابوه جماهير المغرب، يعني حرفيا قلبت الدنيا. خلت على الفندق ده اللي كان تقييمه 5 اصبح تقييمه 3، ولسه كومنتات سلبيه بصراحه، يعني علموهم الادب. حاجه في منتهى قله الذوق، يعني ان انت تتنمر ويبقى في عنصريه على لعيبه بتتسحر وبتصوم شهر رمضان. رد وليد الرجراج وقال نقبل العنصريه، سامحنا حتى يظهر للناس ان دين الاسلام دين التسامح. ديننا دين التسامح، وخير مثال ان احنا في شهر رمضان، شهر جميل، فربما لا يعرف ديننا الاسلام ولا العرب، واليوم سيعرف.